عروض التقسيط، تلاقي مكتوب ادفع 1000 جنيه فقط كل شهر لمدة سنة، على الرغم من إن سعر المنتج لا يتجاوز ال10,000 جنيه. أنت ممكن تشتري لأن 1000 جنيه شهريا ده مبلغ أنت تقدر تتحمله، لكن ما بتاخدش بالك من الفوائد. وممكن تلاقي عرض تاني يقول لك خصم 50% لما تقسط مع تطبيق كذا. يعني مثلا منتج سعره 10000 جنيه عليه خصم 50% لما تقسط مع التطبيق الفلاني على 24 شهر، فانت تقول ده لقطه. تبص على القسط تلاقيه 650 جنيه في الشهر، عادي بسيط. لكن اللي انت ما خدتش بالك منه ان تقريبا بقى سعر المنتج دلوقتي اكتر من 18000 جنيه، مش خمسة زي ما كان العرض بيقول لك. يعني انت لا وفرت ولا اخدت خصم، وكمان دفعت فايدة خرافية وانت كنت فاكر ان انت كسبان. ده غير انك لو دورت ممكن تلاقي المنتج اصلا سعره اقل في اماكن تانية كتير، لان في بعض المتاجر بتبيع بسعرين، سعر الكاش وسعر تاني للتقسيط. يعني بياخد فوائد كبيرة وكمان بيبيع بسعر عالي. بس هو هنا لعب على كلمة خصم 50% اللي أحيانا بتخلي دماغك تقف وما تحسبهاش بالمنطق، والقسط الشهري بيبان خفيف حتى لو كان المجموع تقيل. فعايز أقولك إن مش كل تقسيط بيكون مريح ومش كل خصم بيكون حقيقي.